السلام الخوت ومرحبا بكم في الجزء الثالث من فيلم دوم. كيبدا الفيلم مع ساهر وهو صغير، دخل محل المجوهرات وباع الخواتم ديالو وخدا الفلوس ومشى في حاله. غادي يمشي عند باه وبغى يعطيه الفلوس باش يعاونو حيتاش عنده كريدي كبير والبنك غادي يسد ليه السيرك الا ما خلصش، وهكا العروض ديالهم غادي تحبس. ولكن باه ما بغاش ياخذها من عنده وقال لي باللي مدير البنك غادي يجي اليوم باش يشوف العرض ديالهم واكيد غادي يعجبو ويعطيهم فرصه اخرى. شويه غادي يجي مدير البنك وبدا بسامير العرض ديالو ودار احسن ما عنده باش يبهرهم وما يسدوش ليه. غادي يدخل ساهر في واحد الصندوق وباه سد عليه، ومن اللي حل عليه الصندوق غادي يكون غبر. شويه غادي يخرج ليهم من جهه اخرى. الناس اللي جاو مع مدير البنك عجبهم العرض وبداو كيصفقوا عليه بحراره، ولكن المدير ما عجبوش وقال لهم هذا عرض عادي وقرر يسد ليهم السيرك. غادي يمشي عنده ساهر وبقى كيطلب فيه وبدا كيتشقلب وكيحاول يبهرو باي طريقه، ولكن والو خونا معكس. هو يغوت عليه باه وقال لي حافظ على كرامتك هي المهمه، وجبد فردي وقال لهم اذهبوا للجحيم وقتل راسو. من بعد غادي يبان لينا ساهر كبر ونزل من الحيط ديال فرع البنك ديال خونا اللي سد ليهم السيرك. غادي يكون سرق البنك ولاح الناس الفلوس من الفوق وبداو كيتخاطفوا عليها. شويه غادي يوصلوا البوليس. غادي يركب ساهر على الموتور ديالو وهرب، هما يتبعوه ولكن معامل. ساهر ناضي وبدا كيطيح فيهم واحد واحد. دخل واحد المبنى وحاصروه البوليس. شويه غادي يبان ليهم خارج من الفوق وديز بالموتور ديالو فوق واحد الحبل وهرب مشى في حاله. غادي يبقاو واقفين مصدومين ما فهموا والو. من بعد غادي يبان لينا مدير البنك معصب وقال المساعده ديالو هذا تاني فرع ديالنا كيتسرق، وكل مره الشفار كيخلي لينا قناع مهرج ومكتوب حداها اذهبوا الى الجحيم ايها المصرفيون. في الليل غادي نشوفو ساهر قدام السيرك ديال باه اللي ولا مهجور، وبدا كيتفكر في ايام زمان وفي موت باه، وكيتخيل راسو هو صغير وكيفاش عانى، وقال انا رجعت للدار الوالد. من بعد غادي يبان لينا جاي وعالي في المطار. من بعد ما عيطوا ليه وحكوا في هذه القضيه، غتجي واحد القرطاسه سميتها فيكتوريا هي اللي غتستقبلهم، وقالت لهم باللي فرحانه بزاف تخدم معاهم في هذه القضيه. وكيف العاده ساده بقى عالي حال فيها فمه. من بعد غادي يكون ساهر كيصلح في السيرك باش يرجعوه خدام عاوتاني من بعد ما قدر يرجعوه من البنك، وبدا كيقلب على مساعده وكان الشرط ديالو الوحيد تكون من اسيا. شويه غتبان لينا واحد البنت راكبه على بيكالا ودخلت للسيرك صحه حيتاش ما خلاوهاش تدخل باش تلاقى مع ساهر. شدوها الحراس ويلا غادي يخرجوها. شافها ساهر وقال لهم غير خليوها نشوفوا شنو بغات. هي تقول لي باللي سميتها عاليه وشافت الاعلان ديالو وجات دير العرض ديالها ودوز حتى هي الاختبار. هو يقول لها عندك 5 دقائق صافي وخاصك تبهريني لدرجه ما نحيدش عليك عيني والا ما غاديش نقبلك. هي توافق وبدات العرض ديالها وبدات كتشطع وتغني باحترافيه، وكان فيها كاع المواصفات اللي كيقلب عليها ساهر وتبهر بها. وبالفعل وافق تخدم معاه وزرع على المسؤول اللي ما خلاهاش تدخل. من بعد غادي يكون جاي داير اجتماع مع رئيس البنك وقال لي باللي هاد الشفار كيعرفك مزيان وكيخلي لك ديما قناع ورساله حيتاش باغي ينتقم منك انت شخصيا، ودار ليه خطه باش يشدو. غادي يبان جاي في التلفازه باش يوجه رساله للشفار وقال ليه انا جيت وورينا دابا كيفاش تهرب. وكان ساهر كيتفرج فيه وبدا كيضحك عليه. نهار الاخر مشى عنده باش يهضر معاه وقال ليه انا كنعرف هاد الشفار، ووراه واحد المهرج وقال لي هذا هو اللي كتقلب عليه، وقال لي بلي واحد النهار دار العرض ديالو قدام رئيس البنك ولكن ما عجبوش وسد ليه السيرك ديالو. هو يقول لي المهرج اذهب للجحيم وقرر ينتقم منه. قال لي جاي كيفاش عرفتي باللي هذا هو الشفار اللي كنقلبوا عليه؟ هو يقول لي ساهر حيتاش هذه هي الهضره ديالو، وكيخلي الماسك ديال المهرج حيتاش هو مهرج. وقال لي انا جيت غير نعاونك. هو يقول لي جاي مرحبا نتلاقاو غدا في البنك. النهار الاخر غادي يمشي ساهر عند جاي البنك وسلم عليه وبدا كيوريه جاي كاع التصميمات والخرائط ديال البنك. وغادي يكون ساهر داير كاميرا في حوايجو وكيصور كل شيء، واصلا دخل هنايا ودار هادشي كامل غير باش يعرف كاع التفاصيل ديال البنك باش يجي ساهل يشفرو. من بعد غادي يمشي وبدا كيخطط وعيط على جاي وقال ليه اليوم غتكون السرقه حيتاش اليوم هو اليوم العالمي للمهرج. غادي يمشي جاي عند علي ويقول ليه حضي مزيان وركز معايا. شويه غادي تبان ليه الفلوس جايه طايحه من السماء وغادي يكون البنك اصلا تسرق. غادي يهرب ساهر وطلع للسطح ولكن حاصروه البوليس. كيحسب لكم شدوه؟ لا معلم، هذا راه ساهر وكذاب هندي. تلاح من السطح وهبط معلق في واحد الحبل حتى لتحت بسهوله وركب فوق الموتور وهرب. تبعوه البوليس وبقاو تابعينه حتى لواحد القنطره وحاصروه، ولكن معامن راه ساهر هذا معلم. غادي ينقز من فوق القنطره للبحر
والموتور ديالو حتى هو كداب كتار منه، ولا تجيسكي يا معلم، وبقى هربان ليهم فوق البحر. غادي يتبعوه حتى هما، ولكن غادي يغطس ليهم وسط الماء بالموتور ديالو وغبر. شويه غادي يخرج ليهم من بلاصه اخرى بعيده وهرب. جاي تعصب ومرضاش، هو يتعلق في واحد الكوبتير وتبعو، جبد الفردي وتيرا فيه في كتفه، وبدا ساهر كيتفافى ودخل تحت واحد النفق وحاصروه. ولكن ملي غادي يجي وقلبو ما لقاو والو. في الليل غادي يكون الاحتفال ديال ساهر، ودار واحد العرض خيالي وكل شي بقى حال فمو فيه، وحتى انا حليت فمي. ملي سالا بدا كيصفقوا عليه ومشات عاليه عنده وهناتو، ولكن ما تسوقش ليها ودخل في حاله. شويه غادي يبان لي جاي قاصدو هو والبوليس وحاصروه. قال لي جاي انت قولبتيني ودرتي فيها باغي تعاوني باش تدخل البنك وتعرف عليه كل شيء وتشفرو. وهز عليه فردي وقال لي حيد الجيلي ديالك باش يشوف الضربه ديال القرطاسه. حيد ساهر الجيلي ديالو ولكن ما لقاو والو. جاي ما فهم والو وجاب جهاز باش يعرف بلاصه القرطاسه، ولكن ما لقى والو. بقى واقف مصدوم، غيبقى يشوف في ساهر وكيضحك عليه حيتاش ما قدرش يشدو، ومشاو في حالهم. غير مشاو البوليس هبط ساهر المكان السري ديالو وجلس قدام المرايه، ولكن هذه ما غتكونش مرايه. وهنا غادي نعرفوا باللي هذا توأم ساهر وسميتو سمر، وهو اللي جات فيه ديك القرطاسه، وكنا كاملين مقولبين. بدا ساهر كيعالج في خوه وكيتفكروا في الماضي ديالهم ملي كانوا صغار وكيلعبوا مع بعضياتهم، وكيتسابقوا على شكون غادي يطلع في السلوم هو الاول. شويه تقطعت القنبه ديال السلوم وكان ساهر غادي يطيح، ولكن سمر شدو وقال لي قول انا احسن منك ولا غادي نطلقك. هو يقول لي باه عمرك طلق يد خوك شي نهار. هو يعاتقو، وكان باهم كيخدموا معاه وهما السر ديالو. واحد كيدخل الصندوق وغبر، والاخر كيطلع من بلاصه اخرى، وتفكروا حتى ملي انتحر باهم وقرروا ينتقموا. وهنايا غادي نشوفوا كاع البراكاج اللي داروا وكيفاش كيهربوا وكيضلوا البوليس. نهار الاخر غادي يكون ساهر وسمر كيديروا الخطه باش يسرقوا بنك اخر، وسمر بقى كيفكر في عاليه حيتاش كتعجبو بزاف. شويه غادي نشوفوا رئيس البنك حيد جاي وعالم المهمه حيتاش ما قدروش يشدوا الشفار، وحيد ليهم حتى السلاح. غادي يتعصب جاي ومرضاش وقرر يمشي في حاله لبلادو، ولكن عالي بدا كيحكر عليه باش ما يمشيوش ويبقاو حتى كيشدوا ديك الشفار. وجاي ما بغاش، هو يستفزوا عليه وقال ليه غادي تخلي شفار يربحك وتبان انت فاشل، اش غتقول لهم الا رجعتي للهند؟ جاي بقى واقف وكيشوف فيه وقرر يبقى حتى يشدوا الشفار. غادي يمشيو لواحد البلاصه وبداو كيحقوا وكيقلبوا علاش كيسرق ساهر البنك وما كيديش الفلوس، وكيفاش كيغبر وكيخرج من بلاصه اخرى في لحظه واحده. هو يقرر جاي يتنكر هو وعالي ويدخلوا للسيرك كموظفين. من بعد العرض غادي يراقب جاي سمر وغادي يشوفوا هابط للبلاصه السريه ديالو، هو يتبعو. وهنا شاف ساهر وسمر مجموعين وعرف باللي هما بجوج كيديروا البراكاج وكيهربوا حيت توأم، والبوليس كيحسب ليهم غير واحد اللي كاين. وغادي يسمع سمر كيقول ساهر غدا الحد، وهو النهار اللي كيخرج فيه الملاهي ديال الالعاب كل اسبوع. هو يقول جاي العالي وفيكتوريا باللي غادي يستغل سمر حيتاش عنده نقص في عقله، غادي يولي صاحبه ويقدر يضحك عليه. نهار الاخر غادي يفيق سمر، لبس حوايجو وخرج وكان فرحان بزاف، ومشى لبزاف ديال البلايص وعايش اللحظه. ملي جا الجوع مشى يشري ما ياكل وجلس في واحد الكرسي. شويه غادي يجي واحد المتسول كيجري وتخبى وراه، وغادي يكون هو جاي متنكر. غادي يجي عالي حتى هو متنكر وسول على داك المتسول، كذب عليه سمر وقال ليه داز من لهيه، ومشى عالي تبعو زعما. خرج جاي عند سمر وبقى كيشكر فيه حيتاش ما فرشوش. هو يعطي سمر ساندويتش وقال ليه ما تبقاش تشفر. من بعد مشاو يلعبوا وبدوزوا النهار مع بعضياتهم، وكان سمر فرحان بزاف خصوصا ولا عنده صديق. عطاه تذكيره ديال العرض ديالو وقال ليه جي تفرج ومشى في حاله. نهار الاخر ساهر تنكر ودار فيها شيباني مقعد، ودخل البنك وبدا كيصور كل شيء، ودخل الخزنه ديالو جبد تصويرته مع باه وخوه والفلوس ديال الخواتم اللي كان باع باش يعاون باه الا عقلتو عليهم. بقى كيشوف في تصويرات باه وقال لي هذا اخر فرع بقى ليا وغادي ندمر البنك اللي تسبب في انتحارك. في الليل غادي يكون العرض في السيرك، وجايو عالي تما كيتفرجوا وبقاو حتى سالا عاد مشاو في حاله. من بعد سيمانه غادي يتلاقى جاي مع سمر في نفس البلاصه، وقال لي باللي العرض كان واعر بزاف وعجبو، وقال لي باللي شاف عاليه وكتبان معجبه بيه وباللي جاو مع بعضياتهم. تعصب سمر وقال لي ما بيناتهم والو غير كتعجبو وما قدرش يقولها ليها. هو يستفزو جاي وقال ليه قصه حب ساهر وعاليه غادي تكون معروفه على الصعيد العالمي. سمر تعصب وخاف تولي عاليه كتبغي خو بلاصتو حيتاش ما عرفاش حقيقتهم. ملي رجع للدار قال لخو نبدلوا الادوار في العرض، وانا نبان الناس وانت اللي غادي تخبى اليوم، ولكن ساهر ما بغاش.
هو يتعصب عليه سمر وبدا كيغوت عليه حتى وافق. وملي شد لي ساهر في يدو باش يقولوا الجمله ديال باهم حيد ليه يدو بالجاد ومشى في حاله. بقى ساهر مستغرب وما فاهم والو. شويه غادي يبدا العرض وكان سمر هو اللي لعب الدور الرئيسي وفرحان بزاف حيتاش عايش اللحظه وكيشطح مع عاليه. ملي كملوا بداو الناس كيصفقوا عليهم وكل شي عاجبو الحال. هو يشد العاليه في يديها وقدمها للجمهور وهي بقات واقفه مصدومه ما فهمت والو، خصوصا اول مره يديرها. داروا التحيه للجمهور مجموعين ومشاو. هي تقول عاليه لسمر واش ممكن نتلاقاو، قال لها واخا بكل سرور. مشى بدل حوايجو بغا يخرج. هو يسولو ساهر فين غادي، قال لي خارج نتلاقى مع عاليه. هو يقول لي عاليه معجبه بساهر ماشي سمر، بلا ما تمشي عندها وتفرس السر ديالنا، وقال لي غادي تعرفك من اول هضره بيناتكم وغادي تبقى انت غير الضل ديالي. ساهر تعصب وقال لي انا ماشي ضلك، انا ذكي عليك وانا اللي ديما كنخطط العمليات اللي درنا كاملين، ومن هاد النهار انت اللي غادي تكون الضل ديالي وغادي تحبس هنايا. هو يصرفقو ساهر شويه تنادم مع الحال ويعتذر ليه، ولكن سمر ما تسوقش ليه ومشى وخلاه. من بعد غادي يدير جاي اجتماع مع رئيس البنك وغادي يقول ليه اللي كيسرقك سميتو ساهر وولد مول السيرك اللي حجزتي عليه 25 عام دابا، وقال لي بلي عرف عليه كل شيء وما يكلفوا عاوتاني بالمهمه. في الجهه الاخرى غادي يكون سمر مع عاليه ودوزوا وقت زوين مع بعضياتهم. ملي سالها وصلها لمحطه القطار وسلم عليها وبقى يتسنى فيها حتى مشات. من بعد مشى عند جاي وكان فرحان بزاف وقال لي بلي ولا مع عاليه وفرحان دابا ديال بصح. ولكن جاي صدمو حي التنكر ديالو وقال لي انا غنقول لك الحقيقه، انا هو الضابط جاي. سمر ما عجبوش الحال وقال لي انت كذبتي عليا ومستحيل تكون صاحبي، ومشى طالع ليه الدم وحاسب الشمته. بقى جاي يتابعو باش يعتذر ليه وقال لي انا عارف الحقيقه ديالك وعارفك توأم ديال ساهر، ونصحو ما بقاش فار حيت غادي يتشد بسبب ساهر، وحاول يسلم عليه ولكن غادي يضربوه ويطيحوا الارض. وهنا غادي نعرفوا باللي هذا ساهر ماشي سمر. هو يقول لي انا كنت مراقب خويا وشفتك معاه، هادشي علاش خدرتو في محطه القطار ولبست حوايجو وجيت بلاصتو. من بعد غادي يربطو مع السكه ديال التران ديال الملاهي وقال لي غادي نخليك هنا دابا حيتاش عندي مهمه. خدم التران ومشى في حاله، ولكن عالي كان تما وقدر يعطيك جاي في اخر لحظه. من بعد غادي نشوفو ساهر وسمر كيستعدوا المهمه الاخيره ومشاو سرقوا البنك. البوليس وصلهم الخبار وجاو حاصروا البنك ودخلوا يشدوهم، ولكن ساهر كان ذكي طلق عليهم الغاز وكل شيء غيب، وجايو عليهم اللي جاو عتقوهم وخرجوهم. وغادي يكون حتى ساهر وسمر تنكروا وخرجوا معاهم. فرقعوا البنك وكملوا الانتقام ديالهم وركبوا على الموطور وهربوا في حالهم. تبعهم البوليس حتى هو، ولكن معامن راه الهنود هادو معلم، ما كاين غير الكذوب وسط الشانطي والطوموبيلات كتفرقع في السماء. وبقى غير علي وجاي هما اللي تابعينه وكل واحد فيهم تبع الاخر. جاي بقى تابع ساهر وبغى يشدو، ولكن ساهر غادي يضربو وقلبو هو والموتور ديالو وكان غادي يقتلو، ولكن في اخر لحظه تنادم مع الحال وخلاه ومشى. غادي يكون سمر حمق عليه حتى هو وهرب، وتلاقى هو وخوه ونقزو فوق الباركو ودخلوا وسط البحر، وجاي بقى واقف تما حاقم. نهار الاخر شدوا الطريق وكانوا صافي غادي يخويو المدينه، ولكن غادي تخرج ليهم كوبتر من قدامهم وكان فيها عالي وجاي. يلا غادي يبغيو يرجعوا يمشيو في حالهم. سمر غادي تبان لي عاليه خارجه من الكوبتر، هي تقول ليه يسلم راسو حيتاش كتبغيه وباغي تكمل حياتها معاه. ساهر بدا كيغوت على خوه وقال ليه يلا نهربوا راه غير كتكذب عليك، ولكن سمر والو طايح على راسو وقال لخوه باللي كيبغيها. هو ينزل ساهر ومشى عند جاي وقال ليه ما عندك حتى دليل باش تشدني، ولكن هاد الهارد فيه كاع المعلومات اللي كتقلب عليها، غادي نعطيه لك ولكن ما تشدش خويا حيتاش انا المسؤول على كل شيء. هو يوافق جاي. مشى ساهر عند سمر باش يودعو وقال ليه من اليوم القرار قرارك، ما غاديش تبقى الظل ديالي، وقال لي بلي كيبغيه بزاف ومشى كيجري وتلاح من فوق القنطره باش ينتحر. ولكن سمر شدو من يديه وما خلاهش يطيح، قال ليه ساهر طلق مني وخليني نموت وانت عيش حياتك، ولكن والو سمر ما بغاش وقال ليه الوالد قال لي ما عمرني نطلق لك من يديك. وبداو كيردوا في الجمله اللي علمهم باهم وتلاحوا بجوج من الفوق وبقاو كيشوفوا في بعضياتهم بنظره ديال الانتصار حيتاش انتقموا لباهم واختاروا الطريقه اللي غيموتوا بها. من وراء هادشي غادي تعلن بان البنك ولا رسميا مفلس وسد بمره. كان جاي كيتفرج وقال ربح ساهر وخسر البنك. من بعد عاليه هي اللي غتكمل العروض في السيرك ولات هي اللي مكلفه به. وهنا غادي يسال الفيلم ديالنا. كنتمنى يعجبكم الملخص، واللي بغى يتفرج في الاجزاء السابقه راه كاينين في الصفحه او على قناتي في اليوتيوب. تهلاو تلاقاو مع ملخص جديد.